السلام عليكم. النهارده عاملين عظمه. جبنا البلانشه بتاعتنا وهنعمل احلى ستيك روعه 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 بتتبيله في 5 دقايق بس. جبنا ملح وفلفل اسمر وحطيناه على التتبيله باحلى تتبيله سهله جدا. طبطبنا عليه زي ما انتوا شايفين كده، حاجه كده ايه جنان، ولا الطعم فظيع. زي ما انتوا شايفين كده، ده وش الفخده، حته كده طريه من وش الفخده كده لذيذه. حطينا عليه عود روزماري وعود زعتر ناشف او زعتر اخضر براحتكم، ودقدقنا عليه بالمدق كده زي ما انتوا شايفين عشان يبقى طري. شايفين هو كده ايه بيحكي. وجبنا 2 قطعتين روز بيف، حطينا عليهم خلطة مشاوي، وبرضو هنحط عليهم نفس التتبيلة، ملح وفلفل اسمر وروزماري وزعتر، علشان يدي طعم تاني خالص. بصوا بيوديها في حتة تانية خالص. الروز بيف ده حكاية، انا عن نفسي بحبه جدا. طبعا الستيك التاني اللي هو وش الفخدة حلو وكل حاجة، بس ده طعم وده طعم. هنشوي معاهم ايه، تومتين كده وفلفل، ويا سلام طماطمايه كمان، وايه الموضوع جنان النهارده. ايه الكلام الجميل ده. بصوا عظمه. عندك ضيف جالك بسرعه، تطلعيهم بسرعه وتحطيهم في ميه كده عشان يتفكوا معانا ويبقوا ايه. جبنا الجريل بتاعنا وحطينا عليه ماده دهنيه ومسحناها كده زي ما انتوا شايفين بالفرشه، واول ما تسخن هنزل بالقطعه اللحمه بتاعتي. اوعوا تحطوها وهي بارده. واتكيت عليها بس مره واحده، مش هعمل كده تاني. ليه؟ علشان ما تفكش مني. انا سبتها كده زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. انا مش هقلبها تاني، انا هسيبها لحد ما احس ان اللي اتحمرت من الجناب هبتدي اقلبها. لكن طول ما هي محطوطه على الجريل ابدا ما هقلبها. حطيت شويه زعتر برضو وروزماري والتومه بتاعتنا. ايوه، ايوه بقى، ايوه بقى، والفلفلتين الجمال عشان ايه يكمل بقى الكوكتيل الجميل. ايوه كده، بصوا الجمال بجد حكايه. وسهله جدا. هتطلبي دليفري؟ لا، ده اسهل واسرع من الدليفري. هتعمليه في 5 دقايق بس زي ما انتوا شايفين. وعليه قطعه زبده، دي بقى هتوديها في حته تانية خالص. حاجه كده زي ما انتوا شايفين هنا بقى. شفتوا اتحمرت ازاي؟ رحت مقلباها. حكايه. بصوا الجمال. لا تقولي لي بقى دليفري ولا اعمل اي اكل سريع، لا ده اسرع من السرعه زي ما انتوا شايفين كده. قلبته بجد حكايه روعه روعه. ولا ريحه الزبده قلب الشقه بجد. تسلم ايدي، حلوه جدا جدا يا بنات. جاتلك صاحبتك، عندك ضيوف، بصي خطيره وسريعه وسهله. اهم حاجه تطلعيها في فويل وتغطيها. اوعي تطلعيها تحطيها في الطبق كده تنشف، لازم احطها في فويل واغطي عليها وتطلع طريه كده بعد نص ساعه. ويا سلام حته فحمه كده ايه توديها في حته تانية خالص. بجد عظمه، حاجه كده فاخر.